فيه. تعرف يتحدث عن الحرم، الحرم مرة أخرى هو أقدس بقعة ويجب أن نعطيه يعني لو سمحت مرة أخرى أو لقاء آخر حتى نتحدث عن ذلك، ونحضر معنا كل طبعا الإثباتات أنه إيران أرسلت متفجرات، استخدمت الغاز، قتلت، تريد الفوضى والمشاغبة، تريد أن تستخدم الحرم كما تقول براءة من المشركين طبعا، وهو الشرك موجود، السجود للقبور. لكن أريد أن أقول مرة أخرى أعتري العقائد. اترك العقائد يا سيدي، يعني اترك العقائد أرجوك، اترك العقائد. اصمت لا تقطعني، لا تقاطعني. تصمت حضرتك، وإذا كنت لا تعلم أنك تظهر على فضائية محترمة تستمع إلى السؤال بأدب وتجيب بأدب وتحترم عقائد الناس ولا تتجاوز على عقائد الناس، وهذا ليس حوارا طائفيا، هذا حوارا سياسيا. افهم هذا الشيء، افهم أننا نتحدث عن تصريحات سياسية. افهم أنت لا نتحدث، لا أسمح لك أن تمس عقائد أي طرف، كما لا أسمح للسيد نجاح بأن يمس عقائد أي طرف. إذا كنت لا تجيد السياسة لا تظهر إلى الإعلام، وإذا كنت تريد حوارا طائفيا اذهب إلى قناة صفا ستوفر لك ما تريد. ليس هنا مكان لبث السم الطائفي. شكرا جزيلا لك، وشكرا لانضمامك إلينا من الرياض. شكرا جزيلا لك السيد حمدان الشهري الكاتب والمحلل السياسي السعودي، شكرا جزيلا لانضمامك